غرزة تنفع كوفية او شال او بطانية، ممكن كمان يتعمل بيها بلوفر لانها غرزة مقفلة وشكلها شيك، لان العمود اللي هو المقلوب دوت بيدي شياكة حلوة قوي في الغرز. تعالوا مع بعض نتعلمه واحدة واحدة. هنعمل سطرين عشان اوريكم بداية السطر وقفلة السطر، نعمله مع بعض. اول حاجة بنطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. وهنيجي هنا لو انتي لسه بادية السطر من اوله في السلسلة رقم 3 بتعدي 1 2 وبتخشي في التالتة. بس انا عشان عاملة الغرزة فانا كده هشتغل في نص الاربعة، هدخل ما بين 2 و2، هدخل في النص هنا كده، هدخل كده واعمل 4 عمدان. ادي 1 2 3 4 عمدان في نفس المكان. وبعدين هنعمل العمود المقلوب. العمود المقلوب بيتعمل ازاي؟ بحط الخيط على الابره عادي، وبعدين العمود بيبقى قدام الابره، يعني بحط الابره كده والخيط بيبقى من فوق كده، واحط الخيط واسحبه واطلع واعمل غرزه العمود عادي. ركزوا تاني، هو انا هعملها مرتين تاني، هي هتبان ان الاربع عمدان الغرزه اللي بعدها هدخل في قلبهم في نصهم كده واعمل 4 عمدان تاني. ادي 1 2 3 4. ونعمل تاني العمود المقلوب اهو، الابره عليها خيط، وادخل بالابره كده من هنا، بس مش بدخل كده لا. الجديد بقى في العمود دوت او المختلف ان انا بحط الابره وادخلها من ورا كده، بحيث ان العمود يبقى فوق الابره، واسحب الخيط واطلع واعمل عمود عادي. وهنا ادخل اعمل 4 عمدان. بيتعمل كمان منها الغرزه دي فساتين اطفال، تبقى شكلها شيك جدا لانها غرزه مقفله وبتدفيها. ادي العمود المقلوب تاني مره اهو، هندخل الابره من ورا ونطلعها من جنب العمود مش من ورا اهو، تمام كده، ونسحب الخيط ونطلع. ركزوا معايا في العمود المقلوب لان الناحيه التانية هيبقى عكس اللي احنا بنعمله الصف اللي بعديه، عشان يبقى الوش والظهر مختلفين، بيبقى الغرزه بتتعمل بطريقه تانية بتاعت العمود المقلوب. 4 عمدان. هقفل السطر ازاي؟ انا كنت بادئه بثلاث سلاسل في السطر اللي قبليه، فهدخل ادي 1 2 التالتة، هدخل في السلسله رقم 3 في قلب السلسله مش في الحته الفاضيه، عشان النهايه والبدايه يبقوا مظبوطين. تمام. هلف الشغل كده، شايفين اهي كده الغرزه، نلف الشغل كده ده ظهر الغرزه. العمود المقلوب مش باين، عشان يبقى باين هنا كده على طول بالعدله دي بتاعته، تبقى دي ظهره. هعمله بقى ازاي؟ هطلع بثلاث سلاسل، بعدين هدخل في قلب الاربعه من بعد الاتنين، ادخل اعمل 4 عمدان. ادي 1 ادي 2 3 4. طيب الناحيه دي بقى العمود اللي هو المقلوب اللي معمول من الناحيه التانية هيتعمل ازاي بقى؟ انا في اللي قبل كده السطر اللي قبل ده كنت بعمل الابره ورا العمود، المره دي الابره هتبقى قدام العمود، يعني ادخل من هنا وادخل من هنا. بصوا شكل كده الابره ازاي، ادي الابره اهي من فوق والعمود من تحت، تمام. واسحب الخيط. دي شويه بتبقى اصعب من التانية بس هتتعودوا عليها لو عملتوها اهو. هسحب من الخيط كده من قدام العمود واطلع واعمل العمود بلفه عادي. تاني هعمله مرتين تاني، ركزوا معايا اهو. في وسط الاربعه ادخل اعمل 4 1 2 3 4. نركز بقى العكس بتاع العمود المقلوب او المعدول، الناحيه دي هتبقى ازاي؟ الابره اهو من تحت كده هدخلها، والخرم التاني اللي هيقابلني الفتحه التانية هخش فيها الابره تاني اهي. الابره بقيت قدام العمود، العمود من ورا والابره من قدام. وهنا اعمل الاربع عمدان العاديين، 4 عمدان بلفه في
قلب المجموعة اللي فيها 4 هعمل 4. تمام اهو. اخر مرة هعمل العمود المقلوب بس من الناحية التانية، هدخل في الفراغ ده واعدي الابرة من الفراغ التاني، اسحب الخيط كده اهو، واسحب الخيط من 2 وبعدين من 2 العمود بلفة، وادخل في وسط ال4 واعمل 4 عمدان. نقفل بقى السطر ازاي؟ زي ما قلت لكم انا بادئه ب3 سلاسل، 1 2 3، بدخل في رقم 3 هنا اهو كده، وبعدين كده الصف اتقفل. تمام ادي كده ده الظهر، شايفين العمود المقلوب، وادي الوش العمود وهو بارز لبره. العمود المقلوب ده لو اتعلمتوه هتعملوا بيه كذا غرزة، ممكن تعملي 2 عمود مقلوب جنب بعض، وبتعملي عمودين عاديين 2 مقلوبين، ممكن توزعيه بكذا طريقة، بس المهم تعلمي ازاي تعملي المقلوب والمعدول. هيديكي الغرزة البارزة دي اللي هي شبه غرزة التريكو البارزة. تمام. اللي ما عملش سبسكرايب للقناة يدوس على سبسكرايب ويدوس على زرار الجرس علشان يوصله كل الفيديوهات الجديدة. شكرا جدا ليكم من قناة All in One.